بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم ازاي نقص بادي كات على القماش مباشرة بدون باترون. الطريقة سهلة جدا ان شاء الله. تبقى معانا الخطوات خطوة بخطوة. ايه هي المقاسات اللي لازماني علشان اعرف اعمل بادي كات؟ عرض الظهر هنقسمه على 2، محيط الصدر هنقسمه على 4، محيط الوسط هنقسمه على 4، محيط أكبر حجم على 4، طول البادي زائد 2 سنتي تانية، طول حردة الكم، وده بيتاخد زي ما هو مش بيتقسم ولا حاجة. وده شكل البادي كات، سهل جدا ان شاء الله. هتعرفوا تعملوه بكل سهولة. اول حاجة انا عندي قطعة القماش دي كانت باقي من حاجة، عشان البادي كات اصلا قصير فمش محتاج ان هو يستهلك كمية قماش كتيرة ولا حاجة. عندي طول البادي المطلوب 56 سنتي زائد 2 سنتي تانية، يعني 58 تقريبا، على قد حتة القماش اللي معايا بالظبط. فانا هحط رقم 1 هنا وهنزل لحد الطول المطلوب زائد التانية، فيعتبر انا بالنسبة لي قد قطعة القماش بالظبط. بس عندي حتة زيادة هنا، الحتة دي ورب، فانا بشيل الورب كده. كده انا سويت القماش عشان اي حاجة زيادة تبقى من بره. بعد كده بقى ببتدي اعمل الاساسيات بتاعتي، اللي هي حردة الرقبة الخلفية هنا 2، هنا كده 7، هوصل الاتنين بالسبعة دوران بسيط. بعد كده نص عرض الظهر عندي في المقاسات 19، فهحط المزورة عند القماش المتني. انا تانية القماش 4 طبقات ناحية المتني عليا، عشان هنا الخلفي زي الامام بالظبط، مش الامام مش مفتوح ولا حاجة. يبقى انا كده خدت المسافة دي نص عرض الظهر. بعد كده 3 سنتي، بدخل 3 سنتي. ال3 سنتي دي مقدار ميل الكتف، وبرسم بالطباشير او بالمرج علامة كده. العلامة دي اللي هي خط الكتف بشكل مائل. بعد كده طول حردة الإبط، أنا عندي في المقاسات طول حردة الإبط 19 20، طول حردة الإبط أنا آسفة 20. هنحط كده لحد رقم 20 ونرسم خط مستقيم. بعد كده هنرسم زاوية قائمة. احنا كده رسمنا حردة الإبط، خط الكتف، طول حردة الإبط 20. عندي هنا كده دي الزاوية القائمة، الطول من هنا لهنا حردة الإبط، ودي كده عملت زاوية قائمة. يعني أنا رسمت هنا كده خط عشان يصنع زاوية قائمة. هاجي من بعد الزاوية القائمة ب1 سنتي وهسقط خط وهمي متقطع. وبعد كده الخط ده هاخد عليه ربع مقاس الصدر. فانا عندي ربع محيط الصدر، محيط الصدر هنا 88 على 4 يبقى 22. فهاجي احط المزورة رقم 1 ناحية المتني لحد ما اوصل ل22 واحط علامة. يبقى كده ربع محيط الصدر. احط رقم 1 هنا لحد رقم 14، يبقى المسافة من الصدر للوسط 14 سنتي، وهرسم خط وهمي متقطع. يبقى هنا ده الجزء ده يا جماعة من هنا لهنا كده خدت عليه ايه؟ ربع الصدر. طيب الجزء ده خدت عليه ربع مقاس الوسط، اهو كتبت لكم واو اختصار لكلمة الوسط. وبعدين 14 سنتي تاني وهسقط خط وهمي متقطع عشان اخد ربع محيط اكبر حجم، ربع اكبر حجم.
يبقى الخط عندي 3 خطوط وهمية. خط هقيس عليه ربع الصدر، خط هقيس عليه ربع محيط الوسط، وخط هقيس عليه ربع محيط اكبر حجم. نبتدي بقى ناخد المقاسات. ربع الصدر احنا خدناه، قلنا ربع الصدر 22 سنتي. رحت جيت عند رقم 22 وخدت علامة. هنقل المزورة على الخط بتاع الوسط واشوف المقاس هنا عندي في الكشكول 80 على 4 فيها 20، فهاجي عند ال20 وهاخد علامة كده بالعرض. وبعد كده ربع محيط اكبر حجم، هاجي عند اكبر حجم وهاخد علامة بالعرض كده. انا عندي 3 علامات اللي هي المقاسات بتاعتي. هجيب المسطره دي اللي هي المسطره الريجه. المسطره الريجه دي ليها ظهر، فهاجي منها من عند الظهر وهوصل الصدر باكبر حجم، واروح قلب المسطره كده وهوصل من الوسط لحد هنا وصلنا من الصدر للوسط، هنا هنوصل من الوسط لاكبر حجم. المسافة الباقية من بعد أكبر حجم بتكون مستقيمة. بعدين هقيس 3 سنتي احتياطي للبروفا، 3 هنا 3 هنا 3 هنا، وهرسم بالريجة نفس الخطوط اللي احنا رسمناها بالظبط من جوه يا جماعة. الإبط 20، فهاخد علامة عند النص بالظبط. فهنا عندي كده نص حردة الإبط، والعلامة دي اللي هي ربع محيط الصدر. هوصل العلامة دي بالعلامة دي بالمسطرة الفرنش كيرف. المسطرة بتاعتي الصغيرة دي أصغر مسطرة في مجموعة المساطر. هوصل كده، وبكده أنا خلاص عملت كده، رسمت خطوط على القماش مباشرة. هقص لو عندك القماش بيتزحلق المفروض ان انتي تحطي له دبابيس. هنا القماش عشان متماسك شويه فانا ما حطيتش دبابيس. شيل القصاقيص الزياده دي كده. عندي شكل البودي بتاعي اهو بسيط، نفرده عشان تشوفوا الشكل الكامل. هنا عندي الخلف والامام، هاخد واحد اعتبره الخلفي، يعني انا كده ده اعتبرته الظهر بتاع البودي. هنا ده هعتبره الامامي، هطبقه على 2 وهبتدي اعمل اختلافات. اختلاف الخلفي عن الامامي هيكون في حردة الرقبة الامامية. حردة الرقبة الامامية هنا كده انا ممكن اعملها 10، ممكن اعملها 12، ممكن اعملها 14 على حسب الوسع اللي انا عايزاه. فانا هنا كده ممكن ان انا اعملها 10 سنتي علشان هعمل فتحة في الخلف، يعني هنا كده 10 سنتي، وهاجي عند النقطة دي اللي هي نقطة الالتقاء وهوصل 10 بنقطة الالتقاء كده. طب لو انت مش عارفة تعمليها ممكن ان انت تستخدمي المسطرة بتاعتك اللي خلاص ايده متدربة، ممكن يعملها بسهولة. لو انت لسه مبتدئة وايدك مش متدربة على المنحنيات ممكن ان انت تعمليها بالمسطرة دي، هتساعدك جدا ان انت تعمليها، بشرط ان انت ما تاخديش حاجة من خط الكتف هنا عشان خط الكتف ما يظهرش. عندي كده ادي الامامي بتاعي، فهنحط ده على ده كده اهو.
وهنخبط هنا كده. هبص الاقي ان الخط بتاع المقاسات ظهر الناحية التانية بسهولة. هزهي عليه كده. هنا انا سايبه 3 سنتي، والخطوط اللي هنا زي الخطوط اللي هنا بالظبط. بس نخلي بالنا من حاجه، ان في حاجه اسمها تنعيم المنحنيات، يعني ده لما اجي اخيطه يكون خط منحني ما يكونش خط منكسر عشان يبقى شكله حلو من بره. وبعمل سجاد للامامي وسجاد للخلفي. نشوف كده شكل الامامي والخلفي هما محطوطين جنب بعض. ده كده الخلفي وده كده الامامي. وبكده نكون خلصنا تنفيذ البادي زي ما هو مرسوم هنا. شكرا وليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا.